طيب بُص، هو قبل أي حاجة الفيديو اللي بيتصور لك ده متصور بكاميرا التليفون، وزي ما أنت ما شايف ما فيهوش احترافية بربع جنيه، والفيديو الجودة بتاعته سيئة جدًا، وأنا هاوريك في الفيديو ده إزاي هنحوّل الجودة اللي أنت شايفها قدامك دي للجودة اللي هتشوفها حالًا دلوقتي دي. طبعًا أكيد أنا متأكد إن أنت شايف إن الجودة دي أفضل بكتير من الجودة اللي كنت باصورها لك في أول الفيديو، وأكيد هتقول بينك وبين نفسك آه يا عم أكيد أنت غيّرت التليفون ده ورُحت جبت تليفون أفضل أو رُحت جبت كاميرا. مع إني هافاجئك وأقول لك إن نفس الكاميرا اللي بتصورني دلوقتي، اللي هي كاميرا التليفون بتاعي، اللي بتصورني دلوقتي هي نفس الكاميرا اللي كانت بتصورني في أول الفيديو. طب أنت عملت إيه يا محمد علاء؟ إيه السحر اللي عملته؟ السحر اللي عملته ببساطة شديدة هو اللي بيفرق بعد فضل الله سبحانه وتعالى، مُنشئ المحتوى اللي لسه بادئ النهارده عن مُنشئ المحتوى اللي بقى له 100 سنة. وأغلبكم برضه لمّا بييجي يتفرّج على اليوتيوب بيشوف مُنشئين المحتوى إزاي الإضاءة عليهم حلوة والكاميرا بتطلّع جودة حلوة، ويستغربوا إن هم بيصوّروا بكاميرا التليفون ومحسّسينكم إن الموضوع فيه سِر، وهو فعلًا الموضوع فيه سِر، وأنا النهارده هاعرّفكم السِر ده، وهاعرّفك إزاي لو أنت مُنشئ محتوى إزاي تطلّع جودة فيديو زي اللي أنت بتشوفها دي بالكاميرا بتاعة تليفونك، وكاميرا تليفوني أنا شخصيًا من سنة 2020. فكاميرا التليفون متواضعة جدًا، ولو أنت كاميرتك يعني بعد السنة دي أو أزيد من كده، أنت هتطلّع جودة أزيد وأحلى وأقوى من دي. ركّز معايا في النصايح اللي هاقولها النهارده، وهاقول لك أسرار وصلّي على النبي ويالّا بينا، وهات لك كوباية قهوة عشان الفيديو يبقى حلو وتحس بالاستمتاع. يالّا بينا. طيب أنا قبل ما أقول أي حاجة في الفيديو أنا عايزك تصلّي على النبي وتذكر ربنا، ده أساسي في أي فيديو عندنا. أهم حاجة ببساطة شديدة حضرتك وهو إن أنت تفهم توزيع الإضاءة. محمد يا علاء هو توزيع الإضاءة ده ينفع حتى في تليفون؟ حضرتك توزيع الإضاءة ده ينفع في أي حاجة حتى لو كاميرا تليفون بزراير. ليه؟ ببساطة شديدة الإضاءة لمّا أنت بتوزّعها صح عليك، كده التليفون بيقدر يميّز الشخص وبيبتدي يوزّع الإضاءة في بقية المشهد راحته. كلمنا عربي يا محمد إحنا مش فاهمين حاجة. ركّز معايا يا حبيب قلبي. الكاميرا بتاعة التليفون في البداية خالص أنا كنت طافي كل الأنوار، وكنت قافل كل حاجة، فكانت مطلّعة لك الجودة زي الزفت، زي ما أنت ما شُفت في الأول. طيب إيه بقى اللي أنا باعمله؟ اللي أنا باعمله حضرتك إن أنا باحُط عليّا مصدرين إضاءة رئيسي وإضاءة خلفية، وهاقول لك أهمية كل واحد فيهم إيه، وهاقول لك إزاي تجيبهم بأرخص الأسعار. أول حاجة حضرتك الإضاءة الرئيسية، وأنا في الفيديو ده باستخدم حاجة اسمها soft box. soft box ده ببساطة شديدة بيبقى مسطح إضاءة كبير جدًا، زي ما أنت ما شايف في الفيديو اللي ظاهر قدامك ده، بيكون محطوط جواه لمبة، اللمبة دي بتكون تقريبًا 30 واط. تمام. اللمبة دي بتطلّع إضاءة، فبيبقى الsoft box ده عليه مسطح ناعم، بيخلّي الإضاءة تطلع ناعمة عليَّ، يبقى شكل الإضاءة حلو زي ما أنت ما شايف كده أهو على الجنب ده. طيب يا محمد يا علاء الsoft box سعره كام؟ الsoft box النهارده بيلعب له في رينج من ال900 جنيه لل1000 جنيه. في مننا دلوقتي معهوش ال1000 جنيه دي في إيده، أو هو يعني حالته المادية ما تسمحلوش إن هو يشتري soft box في البداية. في فيديوهات على اليوتيوب، يعني أنت دلوقتي حضرتك لو دخلت كده أهو، أنا أهو هافتح معاك المتصفح أهو قدّام حضرتك، تمام، ودخلنا أهو على اليوتيوب زي ما أنت ما شايف كده أهو، وقُلت له طريقة طريقة عمل soft box أهو soft box في البيت، بُص كده، كل دي فيديوهات بتشرح لك إزاي تقدر تعمل soft box في البيت، وأنصحك جدًا إن أنت تتفرج على استوديو أشرف. الراجل ده محترم جدًا، هو ما يعرفنيش شخصيًا الصراحة، بس الراجل ده محترم جدًا. ثواني بس أنا هاعمل refresh مش عارف إيه اللي حصل دلوقتي. تمام، الراجل ده يا جماعة محترم جدًا، وأنا والله مش باعلن له، هو كده، كده راجل قناته غنية عن التعريف، وهو أتقل مني وأحسن مني في المجال التعليمي مليون مرة. تمام، فهو مش عارف متصفح عندي ماله الصراحة، بس هو عمومًا الراجل ده أنا عايزك تتفرج على الفيديو اللي هو عمله ده، عمل الsoft box بتاعه ده من كرتونة شيبسي. تمام، يبقى أنا كده حليت لك حوار الsoft box إن أنت ممكن تقدر تعمله من كرتونة شيبسي وورق زبدة، الحوار كله مش هيكلف معاك 50 جنيه. طيب الإضاءة بقى اللي على اليمين، أصل أنت دلوقتي في إضاءة بتنورك من الاتجاه ده. الاتجاه ده لو أنا قفلت مصدر الإضاءة اللي بيصورني ده، الاتجاه الحتة دي هتبقى ضلمة، وطبعًا دي مش أحسن حاجة. في الحالة دي باروح أجيب soft ring light تقريبًا سعره من 200 جنيه ل300 جنيه، بينور لي الجزئية اللي أنت شايفها قدامك دي. فالring light ببساطة شديدة دوره الأساسي إن هو ينور لي الحتة دي، يبقى كده إحنا نورنا الشخص اللي بيتكلم قصاد الفيديو. تمام، يعني ببساطة شديدة اللقطات اللي أنا كنت باقولها لك دي بتنورني. ثواني كده آخد لي بس بُق قهوة. يعني أنت محمد علاء عايز تقول لنا إن أنت كل ده بتتكلم على، ثواني بس أعدل الكاميرا برضه، بتتكلم على إزاي ننوّر الشخص؟ طبعًا، لإن ده أهم حاجة في الفيديو. طيب الشخص دلوقتي بقى منوّر،
بس برضه الخلفية اللي ورايا مضلمة، فباقوم عامل إيه، جايب شريط LED بفيشة تقريبًا كلّفني في حدود 70 جنيه، باحطه كده أهو في الخلفية وأحط قدّامه جاكيت كده أسود بحيث إيه، الإضاءة ما تبقاش لاسعة كده في وشّك، يعني لمّا بتكون لاسعة بتوجع العينين، فأنا عازلها بجاكيت أسود كده أهو زي ما أنت ما شايف حضرتك، وحاطط وراها إضاءة دهبي مخلّية شكل التصوير حلو. بُص، في مبدأ بيقول لك إيه، في مبدأ بيقول لك لو أنت معاكش فلوس تصرف، شغّل ده. تمام، يعني في ناس بدل ما مثلًا بيجيبوا ده، بيروحوا يجيبوا كشاف الLED اللي هو بسعره 2000، 3000. في ناس بدل ما بيجيبوا الsoft box مثلًا بيجيبوا umbrella اللي هي الأكبر من دي وأغلى من ده طبعًا 3، 4 مرات. في ناس بدل ما بيجيبوا الring light ده بيجيبوا الحاجة الأكبر، فبالتالي بتنورهم أفضل. طيب، في ناس بيصوروا بدل من التليفون بيصوروا بكاميرا، في ناس بيصوروا بدل من المايك مثلًا اللي أنا باصور بيه بيصوروا بمايك ب20 وب30,000. بس كل حاجة من دي ليها مميزاتها. طب أنا دلوقتي مثلًا حالتي المادية ما تسمحش إني أجيب كل ده، يعني أنا حالتي المادية ما تسمحليش إني أجيب مايك بالسعر ده، أو رينج أو مثلًا الأمبريلا اللي هي الأحسن من الsoft box، أو رينج لايت أكبر من ده، أو إني أجيب الLED اللي بيتحط في الخلفية، أعمل إيه؟ يبقى تشغّل ده. ده لو اشتغل بيحل لك المواضيع دي كلها. الموضوع في اليوتيوب لو أنت عايز تبتدي ببساطة شديدة الحل كله في ده، طبعًا بعد فضل الله سبحانه وتعالى. توكل على الله، شغّل دماغك، هتلاقي نفسك حليت الموضوع في ثواني. صلوا على حبيبكم النبي. وقبل ما انهي الفيديو انا عايز اقول لكم يا جماعه ان انتوا لو بتصوروا بالكاميرا الداخليه بتاعه التليفون، فببساطه شديده انت كده بتفقد 70 او 90% من امكانيات الكاميرا بتاعتك. طب انت عايز تستغل امكانيات الكاميرا بتاعتك صح، هتحمل برنامج اوبن كاميرا. طيب محمد يا علاء، اوبن كاميرا عايزين نفهمه وعايزين نعرف ازاي نطلع بيه جوده فيديوهات محترمه، هتيجي هنا اهو برضه في قناه استوديو اشرف، هتكتب كده اهو شرح اوبن كاميرا، ما تكمّلهاش، اكتب بس شرح open camera، بُص كده هتلاقي أستاذ أشرف طلع لك، اللي هو الراجل اللي كان لسه شُفته أنت في أول الفيديو. ثواني بس معلش أنا مش عارف مال النت عندي الصراحة، يعني أهو، أهو ده. بُصّوا يا جماعة أول فيديوهين دول نلحق بس كده قبل ما الشاشة تقفل، أول فيديوهين دول اللي هو الفيديو ده والفيديو ده، الفيديوهين دول أنا يعني فعلًا الراجل ده أبدع فيهم، والله بأمانة أنا باشكره من موقعي هذا في الفيديو. قناة استوديو أشرف أنصحكم جدًا إن أنتم تتابعوها، قناة جميلة. أنا شخصيًا لمّا بالاقي قناة بتفيدني حتى إن كان واحد هيروح يشترك له، أنا بابقى مبسوط، يعني هو هيستفيد إفادة قوية أوي. وبرضه هو شرح حوار توزيع الإضاءة طبعًا بطريقة أحسن مني 100 مرة. فشكر كبير أوي ليك يا أستاذ أشرف، وصلوا على حبيبكم النبي. السلام عليكم، باي باي.